في أعماق البحر حين يسود الظلام ويختفي ضوء القمر، تسمع أصوات غريبة. وفي البر حين يسكن كل شيء تدور ظلام تتحرك بخفة وسط الأشجار. هل هي مخلوقات حقيقية أم مجرد خيال صنعه الخوف؟ منذ القدم تحدث الناس عن وحوش البحر والبر الليلية التي تهاجم فجأة وتختفي دون أثر. قصص تثير الرعب والفضول. وحوش البحر، العلماء كيقولوا بلي أغلب القصص اللي سمعنا عليها ماشي صحيحة، وإنما ناتجة عن سوء الفهم لمخلوقات حقيقية بحال الحبار العملاق ولا الأسماك الأعماق الغريبة اللي نادرا ما شافهاش الإنسان. ولكن كاينين الناس اللي حلفوا أنهم شافوا بعينيهم بالمخلوقات ضخمة كتخرج في الليل من البحر، عيونها كتلمع في ظلام الليل وكتصدر أصوات كدوز في القلب بحال أنين البشر. غرب حاجه وقعت لي في البحر، ولكن بالنسبه للرياض كيتيقوها حيت معروف داك الشيء، حنا ديما مولفين على داك الشيء. غرب حاجه وقعت لي في البحر، تخرج الروطال بالليل، تخرج انا وخويا اللي صغار مني وكنا خدامين بحال هكا في الماتريال. واحد لقيتها سمعنا شي صوت عادي، حنا طافين الضو خدامين. نط انايا ناض خوادر ويضرب بالبيل، مي ضرب بالبيل يتبان لينا واحد العين تبارك الله كبيره. انا ما كذبش عليك، واحد الريس كان حدايا قال لي اوركا، وسميتو على حسب الشوف ديالي انا كيبان لي ماشي اوركا، يعني داك اللي بان لي انا بحال شي نيغرو، بحال شي حوت، فهمتي؟ يعني شي حاجه كبر من الاوركا، حوت. أما في البر فالحكايات ماشي أقل غموض. كاين اللي كيهضر على الديب الأسطوري اللي كيبان في الليالي، وكاين اللي قال شاف مخلوقات غريبة كتمشي على يديها ورجليها وتختفي قبل ما يصورها شي واحد. العلم كيبقى يقول ما كاين حتى دليل حقيقي على وجودها، ولكن العقول البشرية ديما كتسول راسها وتبصح ما كاين والو. ولكن كاين كائنات كتعيش بيناتنا كتراقبنا وكتسنى اللحظة باش تبان. مهما حاولنا تفسير الظواهر الغريبة تبقى الحقيقة الغامضة. هل الوحوش مجرد أساطير صنعها الخوف، أم أننا لم نكتشف بعد كل ما تخفيه الأرض والبحار؟ الجواب قد نجده في الليلة القادمة، حيث نغوص الأعمق ونسير في الطريق المظلمة. فربما الوحش القادم أقرب مما نظن.